السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس وقت وحين او في الملأ الاعلى الى يوم الدين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، يا حبايب قلبي. الله يسعدكم حبايبي ويرزقكم جميعا الوقوف على عرفة، اللهم امين. ان شاء الله يا حبايبي معانا كده كركديه بنجيب من عند العطار، وبيبقى كله تراب وشوائب كده، بنحاول نشيل الشوائب منه، ونحاول كمان نقوم جايين بقى غاسلينه غسله تمام. او بتبقى معاكي كده علبتين فيهم ميه او طبقين، اي حاجه عندك متوفره فضل ونعمه. بتقومي جايه بقى غمراه كده بالميه، وتقومي جايه شايلاه بايديكي كده وحطاه في الميه التانية، وهكذا تعملي مرتين تلاتة لعند ما يبقى مفيهوش شوائب خالص. ونقعته كده معايا ساعتين كده يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، بقى معاكي مركز عناب، اللهم بارك. هنا بقى في الوقت ده حليه بقى. ده حوالي ربع كيلو كركديه، حطيت عليه حوالي ربع كيلو سكر، بيبقى مركز معاكي. وبعد كده انت بتخفيه بالميه، ممكن تحفظيه معاكي بقى اكياس كده على قد التقديم في قلب الفريزر، هينفع معاكي قوي. هنا بقى جبت كوبايه، حطيت نصها ميه، وحط فيها مكعبين كده من التلج، واخد بقى من المركز ده حبايبي. شايفين بسم الله ما شاء الله، هينفع معاكي ستر كده في قلب الفريزر. يجيلك ضيف، يجيلك حاجه، تقومي مطلعه كيسه كده وحلها كده بالميه. سيبك بقى من الحاجه الساقعه ومن الحاجات ديت، ونرجع للحاجات المشروبات الطبيعيه اللي كلها مفيده وكلها برضو قيمه غذائيه. وعارفين طبعا ان الكركديه الساقع ده كويس اوي لمرضى الضغط العالي، فحاولي تبقى متوفر عندك. ونعمل كمان معايا كده ليمون يا حبايبي، ومعايا نعناع، نعمل كده مشروب ليمون بالنعناع كده، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. واقول لك على حاجه كمان، مكون كده جديد هتجربيه وهينفعك قوي. لما هتضيفيه فيه ما شاء الله، هيخلي الليمون معاك عامل زي الرغاوي كده، وما شاء الله زي اللبن الحليب. هنضيف فعلا كوبايه كده الا ربع من اللبن، لبن بقى جاموسي، لبن معلبات، المتوفر عندك فضل ونعم، يملى بيوتكم خير وستر ورضا وراحة بال، اللهم امين. معايا كده الليمون يا حبايبي، فتحته ما عملتش فيه اي حاجه، اللي شلت منه البذر، عشان البذر هو اللي بيبقى فيه المرار. هتضربيه بقشره، ايوه عادي يا حبيبتي، تضربيه بقشره وما تقلقيش خالص. هنصفيه بعد ما هنضربه. يبقى كده حوالي معايا 3 كوبايات ميه، حطيت عليهم كوبايه لبن، وحطيت عليهم 4 ليمونات، وحطيت عليهم عودين كده من النعناع. حاولي ما تكتريش النسبة وتناسب كده، بحيث الحاجة ما تبقاش تمرر معاكي، ويبقى الطعم ما شاء الله جميل كده ومركز معاه. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، ضربت ضربتين 3 كده عشان ما يمررش معاكي قوي من شدية الضرب. وتقومي جايه بقى، شايفه الجمال، شايفه لونه جميل ازاي، وبيتصفى معاكي بكل سهوله، القشر كله هيتصفى، لو بواقي نعناع ما نعمتش اي حاجه، المهم تبقى مصفى ضيقه كده معاكي. وهنعمل مشروب كمان، يبقى معاكي اهوت النعناع بالليمون، مشروب جميل في الحر ده، يرطب كده على قلبك وقلب ضيوفك واي حد يجيلك كده، ما شاء الله هيعجبه قوي. واللي معاكي برضو الكركديه، مشروبين جمال قوي. طبعا الحاجات الطبيعية دي بتبقى جميلة، وفي نفس الوقت كلها قيمة غذائية. يا رب حبايبي اكون النهاردة قدمت لكم حاجة مفيدة، ويكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا تنسوا اللايك. مع الف سلامة يا حبايبي.